جايبه لكم بقى النهارده اسهل طريقه لطواجن المكرونه. حاجه كده اللهم بارك روعه، مقادير مظبوطه، حاجه كده سهله وسريعه ومش هتاخد في ايديكم بالظبط 10 دقايق ربع ساعه تكونوا خلصتوا الطواجن دي. سهله وسريعه زي ما احنا متعودين. بصوا شكلها عامل ازاي، ما شاء الله، ولا طعمها رهيب. قبل ما نبدا بقى كده الوصفه دي هنسمي الله ونصلي على الرسول، وما تنسوش بقى اللايك الحلو بتاعكم. قبل ما نبدا الوصفه كده نسمي الله ونشوف عملنا ايه. بجيب الاول بقى كده عندي طاسه فيها معلقتين كده من الزبده، زبده او زيت المتوفر عندكم. بنزل عليها ببصلايه مبشوره، بصلايه وسط مبشوره زي ما انتم شايفين كده، وبشوحها في قلب الزبده. بكون محضره نص كيلو من الفراخ. انا جايبه صدر الفراخ زي ما هو ومقطعاه قطع. استخدمت قد ايه؟ نص كيلو بالظبط. جايبه الفراخ ومقطعاها قطع، غسلها وشطفاها وسيبها تتصفى، ومقطعاها قطع كبيره شويه. تمام. طبعا التقطيعه دي اللي تفضلوها، انا عاملاها قطع كبيره كده زي بتاعه المحلات. بشوحها في قلب البصل والزبده، سيبهم كده مع بعض شويه. رشه من الملح والفلفل الاسمر وكعب ماجي. اي خضار بقى حابين تضيفوه على الفراخ ممكن تضيفوه. انا مش حاطه غير فلفل احمر، هقطعه دلوقتي وهحطه قدامكم. تمام. عايزين تضيفوا بقى طماطم، تضيفوا اي خضار براحتكم. انا حاطه فلفل احمر بس. بشوح بقى الكلام ده كله كده مع بعضه، واكون محضره فلفل احمر. طبعا عايزين تضيفوا طماطم، قطع من الطماطم براحتكم. بسيب الكلام ده كله كده يتشوح مع بعض لمده 5 دقايق. طبعا اول ما ببدا في عمايل الطاجن بكون محضره الفرن على درجه حراره 220. بنزل بقى هنا عندي بالفلفل الاحمر، دول 2 فلفل احمر رومي، اي فلفل عندكم متوفر. بشوحه بقى كده في قلب الفراخ، اسيبهم بقى كده شويه مع بعض لمده ربع ساعه. بعديها بربع ساعه بقى كده بنزل بدي صلصه انا كنت عاملاها على جنب. الصلصه دي عباره عن ايه؟ فصين من الثوم، طبعا مع معلقتين من الزيت، وبنزل بحوالي كيلو الا ربع من الطماطم. سبتهم يتسبكوا شويه مش قوي. اول ما يخشوا فيها في التسبيكه خدت كده بتاع حوالي 4 كبشات كده نزلت عليهم. تمام. دي بقى الصلصه اللي هتستوي فيها الفراخ، ودي اهم حاجه. خدوا بالكم الفراخ لازم تبقى مهريه خالص. ده من اهم نجاح الطاجن، الفراخ بتبقى مهريه خالص. القطع الفراخ دي لازم تستوي كويس جدا. بصوا بقى، بصوا بقى انتوا ممكن تجيبوا اي صينيه عندكم. انا هنا كانت عندي الطواجن دي، عملت فيها بقى، حبيت اعمل فيها الطواجن بحيث ايه تبقى زي بتاعه بره كده. البشاميل عباره عن ايه؟ عباره عن 3 معالق من الزبده، وعليهم معلقتين من الزيت، و3 معالق كبار من الدقيق، وعليهم معلقه، وعليهم كيلو من اللبن. تمام. وبنزل عليهم بعد ما اللبن كده، ما البشاميل اللي بيتقل، بنزل عليهم بحوالي 4 5 معالق كده من الجبنه الكريمي، ورشه كده من الجبنه الموتزاريلا. ده كده البشاميل بتاعي. تمام. ما حبيتش، انا عملته قبل كده معاكم كذا مره، فعشان ما اطولش بس عليكم الفيديو. بسيبه ما يبرد وبنزل كده فيه في القعر زي ما انتم شايفين كده بتاع الطاجن. المكرونه طبعا نص سلقه بالظبط، هما في المحلات بره بيعملوها كده نص سلقه. وجبت بقى بقيه الصلصه اللي قلت لكم عليها، اللي انا نزلت بيها اللي فيها توم وخل. نزلت على المكرونه ببقيه الصلصه وقلبتها في قلبها كده. هي دي الوصفه المظبوطه لمكرونه المحلات بالظبط، وهتطلع احلى من المحلات كمان. بنزل كده بالمكرونه على الطواجن زي ما انتم شايفين. عايزه اقول لكم جربوها بنفس الطريقه، والله العظيم هتدعوا لي. من احلى الطرق اللي ممكن تجربوها المكرونه الفرن. حابين تعملوها باللحمه مفيش مشكله، بس انا حبيت اعملها لكم بالفراخ، طعمها روعه. بظبط كده عندي الطواجن كويس. بنزل بقى بقطع الفراخ، كل طاجن بياخد حوالي 4 أو 5 قطع فراخ كده عليه. تمام. بظبطها طبعا كده زي ما انتم شايفين. الفراخ لازم تكون مهريه في الصوص اللي انا قلت لكم عليه ده. ما شاء الله هو ريحته روعه.
طبعا زي ما قلت لكم بكون محضره الفرن على درجه حراره 220 من قبليها كده، كده كده مش هياخد وقت خالص في الفرن، يعني ربع ساعه بالظبط ونولع الشوايه، هياخد لون حلو قوي. تمام. بظبط بقى هنا عندي الطواجن كلها. يعني بصوا يا جماعه، مش عايزه اقول لكم التكلفه، تكلفتها بسيطه جدا، وهتطلع وهتعملوا كميه اكبر من كده كمان. تمام. بنزل بقى ببقيه البشاميل اللي عندي. في ناس بتعمل بشاميل اخف من كده، انا سبته شويه فهو تقل بس شويه، بس روعه، هو ده البشاميل المظبوط. بنزل بيه كده وبظبط الطاجن. طبعا عندكم صواني بايركس، اي صواني عندكم هتعملوا فيها الوصفه دي، مش شرط الطواجن دي كانت عندي فعملت فيها الوصفه. تمام. بظبط بقى كده عندي الطواجن، وبرش كده على الوش، كنت محضره جبنه موتزاريلا وزيتون، خليتها بقى ايه، اكله محلات. هتشوفوها دلوقتي، شكله ما شاء الله تحفه. مش هياخد زي ما قلت لكم وقت في الفرن خالص. رشه كده من الجبنه الموتزاريلا على الطواجن، زيتون مخلي برضو كده على الوش. بصوا ما شاء الله. طبعا في ناس بتحط جبن تانية، جبن رومي، شيدر، اللي تفضلوه واللي تحبوه. انا عملته زي بتاع المحلات بالظبط. على فكرة المحلات ما بتخدمش الطواجن كده، حاجة في البيت عاملينها بايديكوا، حاجة مضمونة ونظيفة، وسعرها طبعا احسن واوفر من بره بكتير. بظبط بقى كده الطواجن بتاعتي، زيتون كده من على الوش. وبدخلهم الفرن. زي ما قلت لكم مش هياخد وقت خالص في الفرن، 10 دقايق بالظبط، وبروح مولعه الشوايه عليهم. هوريهولكوا دلوقتي، ما شاء الله ريحته روعه وطعمه، مش عايزه اقول لكم يا جماعه لازم تجربوه وتقولوا رايكم في الكومنتات. هستنى رايكم بالله عليكم، اوعى تنسوا. بخلص بقى هنا عندي الزيتون كده اللي بحطه على الوش، وطبعا ده اختياري، مش عايزين تحطوا ما تحطوش، ممكن تكتفوا كمان بالبشاميل بس انا بتكلم الشكل الخارجي ده في الاخر زي بتاع المحلات بالظبط. بصوا المنظر، والله يا جماعه دي لوحه فنيه ما شاء الله. بصوا الشكل عامل ازاي، احلى طاجن مكرونه هتعملوه بايديكم. بصوا الجمال بقى والحلاوه. البشاميل، ميكس الجبن، اقصد الجبنه الموتزاريلا، وحاطه طبعا جبنه كريمي في قلب البشاميل. ميكس الجبن مع الجبنه الموتزاريلا رهيب يا جماعه ما شاء الله، الله اكبر. والزيتون طعمه تحفه كده زي بتاع المحلات بالظبط، واحلى واطعم. بصوا شكله كمان، الفراخ دايبه خالص، حاجه كده زي ما قلت لكم مش هتاخد في ايديكم وقت خالص. لو بتدوروا بقى على وصفه سهله، جربوا بقى الوصفه دي. بصوا ما شاء الله. اتمنى بقى لو الوصفه عجبتكم تدعموني بلايك وشير واشتراك في القناه. هستنى بقى رايكم تحت في الكومنتات وتقولي رايكم. اشوفكم على خير، سلام.